شكون هو هاد اليوطي اللي تسمى ليس في كازا بسميتو واللي بكى على القبر ديالو السلطان محمد الخامس؟ واش هو فعلا اللي دار الرايه والنشيد الوطني؟ وعلاش المقاوم عبد الكريم الخطابي ما تدفنش في المغرب؟ وكيفاش هاد الكلمه ديال الحمايه اللي استعمرتنا بها فرنسا؟ كما العاده الا بغيتي تعرف ليستوار كامله بلا كذوب وبكل حياديه دير ابوني ولايك وتفرج في هذا الفيديو. سنة 1903 واحد سميتو الروقي بوحمارة قال لهم سيدي حتى أنا علاوي، ودار ثورة على السلطان عبد العزيز. عبد الحفيظ شاف خوه عبد العزيز ما في يدوش وزايدها كيتعامل مع الكفار، ناض تقاتل معاه في معركة تامليلت وغلبوا بجيش كان قائده سيهم التهامي القلاوي. وباش يبان واعر قدر يشد هاد الروقي وداروا قفص بحال داكشي ديال جزيرة الكنز. هاد السلطان الجديد ولا حتى هو نازل بالضرائب على الشعب، هو والوزير ديالو القلاوي اللي ولات عنده كارت بلونش من بعد ما ربح ديك معركة تامليلت. القبائل المغربية وخصوصا قبائل الشراردة وأيتيوسي وبني مطير ناضوا داروا ثورة وحاصروا السلطان في مدينة فاس وكانوا باغين يذبحوه. السلطان اللي تقاتل مع خوه حيت كان كيتعامل مع الكفار ولا حتى هو مصيفط رسالة اجيو عتقوني للقنصل الفرنسي اونغي غاياغ جنرال موانيي واللي تسمى باسمه اليوم شارع في مدينة مرشيد. مباشرة جاب الكتائب ديالو وقدر يفك الحصار على السلطان. في المقابل القنصل الفرنسي في طنجة اوجين غانيو اللي حتى هو سمى عليه اليوم ليسي في طنجة غادي يجيب معاهدة الحماية وغادي يسني عليها السلطان عام 1912. باختصار هذه المعاهدة كتقول أن فرنسا غادي تحكم في الإدارة والاقتصاد والعسكر ديال البلاد بشرط أنها تحمي وحدة المغرب والعرش العلوي. الخبر وصلت للناس ديال فاس فناضوا داروا ثورة أخرى على السلطان وسموه السلطان ديال الكفار. اليهود المغاربة في فاس خافوا على راسهم ومشاو تخباو عند السلطان في القصر في انتظار الفرج. وهنا فرنسا غتصيفط الجوكر ديالها الماريشال العبقري اليوطي. هوبير اليوطي هو المسؤول الفرنسي الأول في المغرب ابتداء من 1912 حتى 1925. في الطفولة ديالو فلت بمعجزة من الموت أو على الأقل من الشلل من بعد ما طاح من البالكون ديال واحد لوطيل. الرحمة الإلهية خلاتو يبرى من الحادثة اللي تعرض لها في العمود الفقري ويدخل المدرسة العسكرية المشهورة سان سيغ. وبخصوص حياته الشخصية فالإشاعات كتدور حول ميولاته المثلية. اليوطي قدر يفك الحصار على فاس مرة أخرى. السلطان عبد الحفيظ واخا كتب له عمر جديد جاه اكتئاب بسبب داكشي اللي وقع له في فاس وقرر يحول العاصمة للرباط فين هو براسو غادي يقدم استقالته. وهنا اليوطي غادي يستغل الفرصة وغادي يعين الأب ديال محمد الخامس السلطان مولاي يوسف بن الحسن. Monarchiste de cœur qui s'éprend d'un Maroc où il retrouve la geste et le style d'une haute époque légendaire, Lyautey se vit en connétable du souverain Moulay Youssef et en Colbert du Marzen, le centre du pouvoir traditionnel. أحمد الهيبة المقاوم الصحراوي قال لهم سيدي هاد السلطان خوا بكم وبايعوه بعض القبائل في جهة سوسمة سدرعة جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب كسلطان على المغرب وقدر يوصل بالجيش ديالو حتى لمدينة مراكش. اليوطي غادي يدخل وغادي يهزم الجيش ديال الهيبة اللي مع الأسف مشات له الهيبة خصوصا وأنه كان كيقول للناس ديالو باللي حتى هو شريف. كيف ما كتعرفوا فقبل الاستعمار كانت ما يسمى ببلاد المخزن وهي مناطق خاضعة لحكم السلطان بصفته رأس المخزن، وكانت أيضا بلاد سيبا واللي هي قبائل تمردات على السلطان وما بقاش خاضعة ليه. لكن من جا اليوطي قدر يدير الوحدة الوطنية ويسيطر على هذه المناطق بجوج من بعد حروب ضارية مع قبائل تسول في منطقة تازا ومع قبائل زيان بقيادة ملك الجبال محمود الزياني. Dans le silence, seulement troublé par les avions de chasse, les rebelles ont déposé en signe de leur soumission quelques 900 fusils. Et écoutez la tête basse, le général Franqui les comparait à une horde de chacals puants. 12 jeunes taureaux seront immolés, car selon la coutume berbère, une prestation de serment n'est valable que sur le sang du sacrifice. Mais pardon ne signifie pas oubli. ما كتوصل فرنسا تقمع ثورة
حتى كتنوض ثورة أخرى في الشمال. واحد من قبائل بني ورياغل فرع أيت خطاب سميتو عبد الكريم الخطابي، من بعد ما كان خدام مع الإسبان ناض دار عليهم ثورة ودقدق الجيش الإسباني في معركة أنوال. مباشرة غادي يطلب من السلطان مولاي يوسف باش يعاونو ضد فرنسا، ولكن السلطان اللي أصلا ليوطي هو اللي معينو ما بغاش. هنا عبد الكريم الخطابي دار جمهورية في الريف وكان باغي يحرر المغرب كامل. ليوطي فضل المفاوضات على الحرب، لكن الحكومة الفرنسية ما بغاتش تضيع الوقت، حيدات ليوطي وعينات الجنرال بيتان واللي بتحالف مع الإسبان غادي يدير مجازر في الريف وغادي يجبر عبد الكريم على الاستسلام. من بعد باش يبردوا الطرح ما قتلوش، ولكن نفاو لفرنسا قبل ما يهرب لمصر. وبين قوسين فهاد المناضل ما بغاش يدخل المغرب مورا الاستقلال، حيث كيقول بأن الملكية تعاونات مع المستعمر، وهذا الشيء علاش تدفن في مصر سنة 1963. من بين الأقوال ديالو المثيرة للجدل قال عبد الكريم الخطابي أنه كيعترف باللي فرنسا دارت في المغرب الأمن والاستقرار اللي ما كانش قبل، وطورت البلاد اقتصاديا، ولكن هادشي كامل يقدر يديره هو، زائد أنه مسلم ماشي كافر. وزائد هاد التصريح دار أيضا خطابات أخرى. إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم واختيار نوع الحكم الذي يقررونه، وإن خصومتنا ليست إلا ضد المستعمر الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحية. بالإضافة لأنه قدر يوحد المغرب ويضمن استمرارية العرش العلوي، فالليوطي دار بزاف ديال الورشات ديال الطرقات والعمران والموانئ، وبنى مدينة قنيطرة اللي الاسم القديم ديالها هو بور ليوطي. زائد أنه أسس أيضا سنة 1904 مدينة صغيرة في إقليم جرادة سميتها عين بني مطهر. الإشاعات كتقول أيضا على أنه هو اللي اقترح أن الراية المغرب تولي فيها نجمة خضراء عام 1915. صحيح أن في ذاك العام السلطة كانت بيد ليوطي، لكن يقدر يكون السلطان مولاي يوسف هو اللي اقترح هذا التغيير. على الأقل هادشي اللي كيبان في واحد الظاهر خرج في نفس العام. بالنسبة للنشيد الوطني، صحيح أن اللحن ديالو دارته أوركسترا فرنسية في الخمسينات، لكن ماشي ليوطي اللي عطى الأوردر، لأنه بكل بساطة مات قبل من هاد التاريخ. ليوطي رجع لفرنسا باش يكمل المسيرة ديالو في وزارة الحرب. قبل ما يموت بأيام قليلة زاروا في مدينته السلطان محمد الخامس هو وولده الصغير الحسن الثاني، ومدى الحب ديالو للمغرب جعلوه يطلب أنه يتدفن فيه، وداكشي اللي كان تدفن في الرباط سنة 1935. لكن في 1961 الملك محمد الخامس اللي بكى على القبر ديال صديقه كيف ما قال الكاتب مروة طلب أن الجثمان ديالو يتحول لباري. إلا كان عندك شي تصحيح ديال شي معلومة أو اقتراح ديال الموضوع أو حتى انتقاد خليهم في كومنتير. وإلا عجبك هذا الفيديو ممكن تدعم هذه القناة اللي بدات بفضل الخالق واللي كنحاولوا نصحوا فيها المغالطات اللي عاشوا فيها والدينا وجدودنا.